السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد لا طارت اللي كنديروها بالبسكوي في الساعه كتصايب سهله مهله. سبق لكم وشفتوا هاد لا طارت هادي في الطاوله ديال سيد الميلود اللي تشاركتها معكم، وبزاف البنات اللي نالت الاعجاب ديالهم وطلبوا مني المقادير. فاليوم جيت باش نتشارك معكم المقادير ديالها وطريقه التحضير. فإلا بغيتوا تعرفوا المقادير خليكم معايا حتى الاخير. وكما العاده الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه، ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد، وما تنساوش تخليوا واحد الجيم للفيديو الى عجبكم. ونخليكم مع بقيه الفيديو، فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير ديال الطبقه الاولى، كنحتاجوا 2 ديال العلب ديال البسكوي. انا استعملت هنايا بسكوي ماريا، ممكن تستعملوا اي بسكوي كتفضلوا. غنستعملوا كذلك 2 معالق كبار ديال لا كريم باتيسيير، وواحد الفلون ديال الشوكولا، وعندنا نصف لتر من الحليب. بالنسبه لي انا استغنيت نهائيا على السكر، لحقاش الفلون اللي مستعمله فيه السكر. فإلا كنتو استعملتوا ديك العلبه الصغيره اللي بدون سكر، ممكن انكم تستعملوا 1-2 معالق حتى 3 ديال المعالق كبار ديال السكر. غادي ناخذوا هذاك الحليب وغادي نخلطوا فيه دوك 2 معالق كبار ديال لا كريم باتيسيير حتى يذوبوا فيه تماما. بالنسبه للفلون انا ما غاديش نضيفو دابا، حيتاش الفلون اللي عندي خاص حتى كيفاد الحليب، عاد نضيفوه هو في التالي وكنردوه غير واحد 3 دقائق 5 دقائق هكا وصافي. الا كان عندكم الفلون العادي ديال المغرب كديروا الطريقه العاديه، كتضيفوه دابا من كتضيفوا هاد 2 معالق ديال الكريم باتيسير، كتضيفوه حتى هو وكديروا كلشي فوق النار، مع التحرك المستمر حتى كتعقد لينا كنحصلوا على واحد الخليط كريمي. وانا غادي ما نضيفش الفلون في الاول حتى كتعقد ليا شويه ديك لا كريم باتيسير مع الحليب، عاد غادي نضيفوه في الاخر صافي. كنردو غير واحد 3 دقائق هكا 4 دقائق ونحيدو. من بعد ما عقد ليا الخليط ديالي وتحصلت عليه بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا البنات، ما تخليوهش حتى يعقد بزاف، غير شويه. صافي وكنكونوا موجدين البسكوي ديالنا هكا مفرشينو في البلا ديال التقديم. انا درتو هنايا ودرت غير هذا الاطار هذا لي سيركل اللي كيكونوا هكا مدورين. ممكن انكم ديروا داك ليمون اللي كيتفتحوا من الجناب، لكم حريه الاختيار. صافي غادي نخوي الخليط ديالي فوق من البسكوي، نوزعه على السطح كامل بسرعه قبل لا يبرد البنات. فراه في الساكه يعقد كيبرد لينا كيجمد. وغادي ندير من الفوق هكا واحد شويه ديال اللوز مهرمش. ديروا داكشي اللي عندكم البنات، ممكن ديروا اللوز مهرمش، قرقاع، اي حاجه متواجده عندكم. والا ما كانش عندكم حتى شي حاجه تقدروا تخليوها غير هكاك بلا ما تضيفوها، هذه كتبقى غير كاضافه مني، ممكن ما ديروهاش. صافي غادي نخليه غير هنا على جنب يدفى ليا هكا يبرد شويه بلا ما حضرنا الطبقه الثانيه. ندوزو دابا نتعرفوا على المكونات ديال الطبقه الثانيه. بالنسبه للمقادير ديال الطبقه الثانيه، كنحتاجوا واحد نصف لتر من الحليب، واحد ساشي ديال الفاني، واحد فلان ديال الدرهم، راه معروف هذا الفلان هذا. غنحتاجوا واحد 3 ديال المعالق ديال السكر كيبقى حسب الذوق، ممكن تنقصوا كيف ما ممكن تزيدوا. وغادي نحتاج واحد الياغورت ديال فلون كراميل، وواحد 2 معالق كبار ديال لا كريم باتيسير. غادي نخلطوا جميع المكونات ما عدا داك الياغورت ديال الفلون ديال الكراميل، غادي نخليوه هذاك حتى الاخير ونضيفوه. من بعد ما نخلطوا جميع المكونات غادي نديروا الخليط ديالنا فوق النار، ومع التحريك المستمر بطبيعه الحال باش ما يتكتلوش لينا كتل بسبب ديك لا مايزينا. المهم نبقاو مستمرين
حتى يعقد لينا الخليط. كيف كنقول لكم دائما ما تخليوش الخليط يعقد بزاف، لحقاش فاش غادي تطفيو عليه البوطه ما تجيو تصاوبوا هكا البسكوي عاد تفرغوه فوق من البسكوي، فغادي يبرد شويه، وإلا كان عاقد بزاف غادي يتماسك معكم، ما تقدروش تخويوه فوق من البسكوي. فغير كيبدا يعقد شويه كتطفيو عليه البوطه صافي، كتستفوا داك البسكوي ديالكم فوق من الطبقه الاخرى، كيجي هو هذاك. وكيف شفتوا معايا دابا تماسك ليا الخليط ديالي وصبح هكا على شكل واحد الكريمه. غادي نزيد داك الياغورت ونخلط مزيان، وغادي ناخد كيف شفتوا دابا الطبقه الاولى ها هي بردات شدات، راه بسرعه كيشد في راسو كيتماسك. صافي غادي ندير فوق منه البسكوي بنفس الطريقه هكا، والبلايص اللي كيبقاو خاويين كنهرسوا البسكوي وكنعمروهم صافي. وغادي نخوي فوق من البسكوي الخليط ديالي، نحاول نقاد السطح مزيان. نديروا هاد العمليه بسرعه كيف قلت لكم باش ما يبردش الخليط ديالنا. وغادي ندخلها للثلاجه، نخليها فوق السطح العمل بعدا حتى تبرد شويه مزيان، نغطيها بالبابي سولفيليزي وغادي ندخلها للثلاجه باش تبرد ليا وتشد في راسها. وغادي نعاودو نتلاقاو من بعد ما تبرد لينا لا طاخط ديالنا باش نشوفوا كيفاش غادي نزينوها. دابا من بعد ما بردت لينا لا طاخط ديالنا غادي ندوزو باش نزينوها. غادي نشارك معكم التزيين اللي درت، والتزيين كيبقى اختياري، زينوا بداك الشيء اللي عندكم متواجد في الدار، والتزيين كيبقى كل واحد والشكل اللي بغى يتحصل عليه. بالنسبه لي انا هنا استعملت نفس البسكوي اللي درت في لاطاخت لداخل، خديته وطحنته، ما طحنتوش بزاف يعني درته في واحد البلاستيكه، وحاولت هكا نضربه بشويه بالمدلك. ممكن ديروه في الطحانه ديال الضو، ولكن غادي تطحنوا غتردوا غبره بزاف. المهم لكم الاختيار. صافي وخديت عاوتاني داك الشوكولا اللي كيكون فيها البسكوي. انا استعملت هنا النوعيه ديال تويكس، ممكن تستعملوا اي نوعيه بغيتو، او لما تستغناو عليها ما ديروهاش، ديروا بلاصتها شي حاجه اخرى على حسب المتوفر عندكم. غادي ناخد هذاك البسكوي اللي طحنته وغادي نديرو هكا على شكل دواور في الجناب. وبالنسبه للقطعه ديال ديك الشوكولا اللي فيها البسكوي، هذيك خديتها وقطعتها كيف شفتوا على طريفات صغار، وغادي نديرها نحطها غير في الوسط. هذا هو التزيين اللي درته البنات، كيف شفتوا بسيط ما فيه حتى شي حاجه، عادي جدا وما خداش معنا بزاف ديال الوقت. هذا هو الاساس. ايه فوالا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الطاخط ديالنا. نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. كتجي واحد الطاخط اللي زوينه سهله، كيف شفتوا البنات في الصح درناها، والمذاق ديالها رائع. ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشاهدوني، وما تنساوش تخليوا واحد لايك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالي. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.